إن الكهرباء قطعت في أسبانيا والبرتغال وجنوب فرنسا مرة واحدة. ناس عايشة في حياتها الطبيعية العادية جدا، فجأة كده أكتر من 50 مليون شخص ودولتين ويعتبر ونص كمان، اللي هي فرنسا، أسبانيا والبرتغال وجزء جنوب فرنسا، فجأة الكهرباء قطعت. طبعا الناس هتفتكر ان الكهرباء قطعت يعني ايه، زي ما بتقطع شوية كده وتيجي والكلام ده. لا، هي الكهرباء قطعت عن كل مرافق الدول كلها. يعني لا في مترو شغال، ولا في طيران شغال، ولا في مكان ATM شغال، ولا في كهرباء شغالة، ولا في شبكات تليفون شغالة. ما حدش عارف يتصل حتى بالتليفون يطمن على حد قريبه، ابنه، بنته، أخوه. كل ده متوقف. قد إيه ساعة؟ نص ساعة؟ لا، هي قعدت يوم الاثنين، ويوم الثلاث ابتدت تدريجيا تشتغل متأخر، ولسه ما اشتغلتش بكامل قوتها. طيب ده دول أوروبا، دول عالم متقدم، دول من الدول المتقدمة اللي هي رقم واحد بقى، مش دول عالم ثالث يعني والكلام ده. يحصل عندهم الكلام ده؟ حصل، مش افتراض، دي حقيقة وواقع. طب ايه السبب؟ المفروض هم اول ما يحصل كده على طول بقى التكنولوجيا وعارفين حصل ايه وما حصلش ايه وبتاع، هم نفسهم لغاية دلوقتي مش عارفين ايه اللي حصل. طب ايه السبب؟ ما يعرفوش ايه السبب.